السلام عليكم، ازيكم يا رجاله؟ عاملين ايه؟ كان وحشنا الزمالك. انا بصراحه كان وحشني الزمالك والله، وانا لما الزمالك ده بالذات بيبقى وحشني انا ببقى خايف. يعني الزمالك يوم ما يبقى وحشك اعرف ان هو محضر لك خازوق. بس الحمد لله، يعني النهارده عدت على خير، اتعادلنا مع المصري. بدأنا المباراة طبعا بأربعة اتنين تلاتة واحد، بتميل ساعات لأربعة تلاتة تلاتة. بدأنا بعواد وحسام عبد المجيد والونش، وعلى اليمين محمد إبراهيم، على الشمال إيشو، قدامهم محمد إسماعيل، لان مفيش حد في وسط الملعب، وشحتوت حبيب قلبي محمد شحاته ماشي، وقدامه ادم كايد اللي كان ساعات بيرجع معاهم عشان يبقى هو التالت ليهم. وعلى الوينج اليمين بيزيرا، وعلى الشمال شيكو بنزا المشعوذ الملبوس، وقدامهم سيف الجزيرة. طبعا الزمالك داخل ماتش كله غيابات تقريبا، عبد الله ودونجا وحاجات، والوينج واسمه ده فتوح وبنتايك وعمر جابر، وبص يعني اي حد. كمية غيابات غريبة بصراحة، كمية غيابات بصراحة ايام قوي. انا ما عنديش تعليق على التشكيل بصراحه، انا عاجبني ان هو في الاخر يعني ما فتاش كتير. عمنا معتمد جمال يعني لعب بالحاجه الطبيعيه المعقوله. محمد ابراهيم باك يمين كويس، انا عاجبني بصراحه من ساعه ما شفته في الرابطه. وانا بصراحه ما بشوفش ان عمر جابر جامد، يعني بشوفه متوسط. فقشطه، ممكن اي محمد ابراهيم يعوضه عادي. ايشو باك شمال، ما انا قلت قبل كده ان كان نفسي يبقى شاب هو اللي بيلعب في المركز ده في كاس الرابطه، عشان لما نحتاجوه نلاقوه. فللاسف احنا لعبنا بايشو، فما كانش قدامنا غيره يعني. في وسط الملعب هو اضطر يلطحها بمحمد اسماعيل كده، وحسنا فعل ان هو ما خلاهاش ثلاثة ورا. تمام، ليه بقى؟ لان هو مش هيلعب ثلاثة ورا بعد كده، يعني هو لو هيلعب بعد كده ثلاثة ورا عادي كنت حط محمد اسماعيل، بس ما تلزقهاش. يعني انا ضد برضو ان انت تلعب ماتش ثلاثة وماتش أربعة والكلام ده. يا تلعب دي على طول، يا تلعب دي على طول، لان برضو اللعيب المصري ما عندوش اللي هو المهارة التكتيكية العالية بقى، اللي هو ماتش كده وماتش كده وبتاع، بتحصل لخبطة يعني. وهي عامة بصراحة متعبة حتى مع اللعيبة اللي بره يعني. فلا، طالما هتثبت التشكيلة وخلاص، يبقى تغير مركز لعيب واحد بس هو اسهل يعني. نيجي طبعا للهجوم، هو اختار سيف الجزيري، ما اختارش عدي، مع ان عدي هو اللي كان لعب في الاخر ماتشات. لا، انا شايف ان بصراحة كسيف كان احسن، يعني سيف كفورمة مهاجم هو احسن من عدي، هو احسن من اي مهاجم في الزمالك. بس انا نفسي بجد ان يبقى ليهم ترتيب يعني. فماشي، مفيش مشكلة. طبعا الزمالك اختار ان هو يلعب تحت الكورة. كان سايب الكورة معظم الماتش، بالذات الشوط الاول كان الاستحواذ للمصري. بس في الاخر لما تبص للماتش ماشي كويس، يعني احنا حتى الكرة الخطيرة اللي راحت للمصري في الشوط الاول هي كرة ايشو اللي غلط فيها وعواد طلعها بصراحة. عظمة 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 الانقاذ بتاع محمد عواد، حاجة كده من ريحة زمان يعني. رحنا بكذا كرة لبيزيرا انفراد وشوط من بره وكان قشطة، يعني الماتش كان شغال كويس. انا عندي مشكلة مع بيزيرا في الفينش بتاعه، بصراحة عايز يتظبط. وانا عندي اقتراح كده لمجلس إدارة الزمالك، ليه ما نعينش مثلا واحد زي عبد الحليم علي يبقى أخصائي مهاجمين مثلا، يعني يدرب المهاجمين بتوعنا، زي ما شفنا تاني هنري مثلا كان مع منتخب بلجيكا. ليه ما تبقاش حاجة زي كده؟ بالذات إن احنا عندنا المشكلة دي. يعني أنت تبص مثلا لمهاجمين الزمالك، يا جدعان ما فيهمش واحد بيعرف يجيب جون يعني. أحسن الوحيد اللي فيهم اللي هو هداف يعني، هو مش هداف قوي برضه، هو سيف الجزيري. انما بص على بيزيرا ما بيعرفش يفنش، شيكو بنزا هو مش عارف اي حاجه، هو ملبوس. يعني عدي عنده مشكله في الفينش. احمد شريف وعمرو ناصر كل ما فيش حد فيهم هداف بالفطره يعني. فليه ما يبقاش عبد الحليم علي مثلا يبقى مدرب المهاجمين مثلا؟ انت فاهم قصدي؟ يبقى هو اللي بيشرح لهم ازاي نخلص دي، تتركن ازاي، دي تتحط ازاي، لان حقيقي يعني انا شايف ان ده يعني مكاني مناسب ليه اكتر من الاعلام، لان عبد الحليم مش متحدث قوي يعني. بصراحه لما بشوف في الاعلام بحس ان عبد الحليم اكبر من كده بصراحه، يعني انا بشوف ان هو ايه، هو مش متحدث قوي. وفي نفس الوقت لما يبقى مدير كوره برضه عبد الحليم علي شخص طيب، يعني اللعيبه المصريه برضه عايزه مدير كوره ناشف شويه. فانا شايف ان فنيا هو الراجل الهداف التاريخي للزمالك، فليه ما نستغلش في حاجه زي كده؟ اعتقد ان هي هتبقى كويسه يعني. الشوط التاني بدأنا ما كانش فيه اي تغييرات. تقريبا نفس برضو الجيم، المصري بيحاول يضغط في حاجه كده في المصري غريبه بصراحه، ان هم جابوا الصفقات الشتويه ودخلوها على طول الماتش يعني. استغربت بصراحه لما شفت مدربهم بيلعب دغموم، عبد الرحيم دغموم ناحيه الشمال. دغموم ده شبه ايمن حفني شويه، يعني هو يلعب ناحيه اليمين او يلعب للقلب شويه، لان هو لعيب حريف وخفيف وبيعرف يصنع لعب كويس. فاعتقد ان الغلطه ان هو وداها شمال ديت اثرت عليه شويه، مع ان اللعيبه الصفقات الجديده بتاعتهم كويسه. بس كان من باب اولى ان هو ما يغيرش مركز دغموم، بس ما علينا يعني. المصري برضو كانش ليه هجمات كتير بصراحة، كلها تسديدات من بره وكلها حاجات عادية يعني بصراحة.
كورة برضو عواد كان مركز، طلع في كذا كورة وصد كذا كورة بالهيد، بصراحة كانت كويسة أوي. مباراة جيدة أوي من عواد، عجبني الصراحة. شفنا بعد كده بقى التغييرات، نزل نزل عدي ونزل اللهم صل على سيدنا. نزل من على الدكة عدي، ونزل من على الدكة أحمد شريف، ونزل من على الدكة كذا حد كده يعني. ما فيش حد أثر بصراحة من الناس اللي هي نزلت من على الدكة. أنا بس شفت إن في الآخر هو خلى شيكو بنزا يلعب شمال وأحمد شريف هو يمين. أنا شايف إن شيكو بنزا ممكن يلعب يمين يكون أحسن شوية. ليه بقى؟ الواد ده يعني هو بيزق الكرة ويجري، هو سريع، هو أسرع من أي لعيب مصري. بس هو لما بيبقى قدامه اقتراحات ياما أو اختيارات ياما هتلاقيه دايما بيغلط. الحل الوحيد ليه ان هو يبقى ما قداموش اختيارات، يبقى هو قدامه الكرة خلاص، هو هنعدي هنلعب العرضية وخلاص. هو شبه زيزو في الحتة دي شوية، بس هو أسرع. ويعني زيزو عنده شوية مخ شوية، انما شيكوبانزا مفيش مخ خالص. فهو الحل الوحيد ان انت مثلا من وجهة نظري يا يلعب مهاجم صريح، وده مكان احنا مش محتاجينه فيه لان احنا عندنا وفرة. يا اما ممكن يبقى هو البديل اللي يلعب ناحية اليمين لما بيزيرو يتعب، لان بيزيرو بيتضرب كتير قوي. فصعب قوي ان انت تخليه يكمل ماتش، يعني الراجل اتدغدغ النهارده صراحة ضرب. في النهاية أنا شايف بصراحة إن التعادل مع المصري نتيجة كويسة مش سلبية، بالعكس حتى في آخر الماتش الزمالك هو اللي كان بيسعى للمكسب. ماشي شغال يعني. أنا ما عنديش مشكلة إن احنا نتعادل طالما الفرقة بتاخد خطوة لقدام. أحمد حمدي نزل من على الدكة كان معقول، عجبني، قشطة شغال. عجبني عواد النهاردة بصراحة، من نجوم الماتش كان عالمي. عندي وجهة نظر برضو في حكاية الونش وحسام عبد المجيد. انا شايف بصراحة ان هما لازم يبقى الونش هو اللي شمال وحسام عبد المجيد يمين. ليه بقى؟ حسام عبد المجيد هو كورته الطويلة مظبوطة اكتر من الونش، بس هو عنده مشكلة ان هو مبيستخدمش رجله الشمال كويس. فالنقطة دي ممكن تخليه شوية بيعطل الهجمة شوية وهو طالع بيها. ان هو لازم يجيب على رجله اليمين، طبعا رجله اليمين وهو ناحية الشمال فهتبقى جوه الملعب، فسهل ان هو يتضغط عليه. انا بالعكس الونش لو هو اللي ناحيه الشمال، فالونش ممكن يزق الكرة برجله الشمال، بيعرف يتعامل برجله الشمال احسن شويه من حسام. فانا اتمنى ان هم يبدلوا مركزهم مع بعض يعني. محمد ابراهيم انا زي ما قلت انا شايف فيه بصراحه بوتنشال كويس، وشايف ان هو ممكن يبقى باك يمين للمستقبل. اتمنى بصراحه ان ما يحصلش معاه الغلطه بتاعت احمد عيد وعمر صلاح قبل كده، ان انت تضطر تطلع ناشئ يلعب ماتش مهم وبعد كده يتركن، وبعد كده تضطر تبيعه بقى لاي نادي في منتصف الجدول. لا، يبقى قريب من الفرقه، بالذات ان هو في مكان انت ما عندكش فيه بديل يعني. عمر جابر ملوش بديل وخلاص. هو يعني احنا خلاص اقتنعنا ان الراجل اتشونج ده ما تعبان يعني، فخلاص هو حط محمد ابراهيم يبقى بديل لعمر جابر لما يرجع، ويبقى قريب من الفرقة يعني. حتى عمر خلاص لياقته البدنية برضه راجل كبر، فممكن مثلا دقيقة 70 نغيره وننزل محمد ابراهيم في الماتشات اللي بعد كده يعني. اعتقد هتبقى حاجة كويسة. محمد اسماعيل اكتر حد عاجبني بصراحة. الراجل لعب النهاردة في كذا مركز غير مركزه، لعب وسط ملعب ولعب في اخر الماتش باك يمين. بصراحة حاجة يعني بسم الله ما شاء الله على العقل والهدوء والرزانة. حاجة بسم الله ما شاء الله، لعيب كويس جدا وصفقة سوبر بجد يعني. مش هقدر اتكلم عليه. محمد شحاتة عجبني برضو، رزانة وقوة بدنية النهاردة ما شاء الله عليه. ما عجبنيش بس ان هو بيرفع اوفرات، عايزة تتظبط يا شحاتة، يا اما تخليك انت على القوس ال 18 لان هو تسديداته كويسة. آم، بس بصراحة مباراة رائعة، وكان ماسك خط النص النهاردة. عجبني برضو معتمد جمال في حتة ان هو لما حب يغير حد، لما طلع محمد ابراهيم ما رجعش شحاته هو اللي يلعب باك يمين، لا رجع محمد اسماعيل عشان شحاته يبقى في مركزه الاصلي اللي هو يعني ما تبقاش في اتنين لعيبه بيلعبوا بره مركزهم، لا يبقى شحاته بيلعب في مركزهم ومحمد اسماعيل هو اللي خارج مركزه، يبقى لعيب واحد. بدل ما لو كنت وديت شحاته كان هيبقى شحاته بيلعب باك يمين وهو مش باك يمين، ومحمد اسماعيل بيلعب وسط ملعب وهو مش وسط ملعب. فدي كانت حركه ذكيه بصراحه منه. أم، بقيه اللعيبه من وجهه نظري ما كانوش مؤثرين يعني. سيف الجزيري مثلا ملوش الا كوره واحده بس اللي هو حطها الفاول في العارضه. غير كده هتلاقي بيزيرا راح بكذا كوره بس ما كانش موفق. في كوره في الشوط الاول المخرج يعني الانفراد بتاع بيزيرا ده، يا راجل يعني كوره الراجل رايح انفراد وانت جايب لي على مصطفى العش، يعني بصراحه حاجه عبط يعني. آه كابتن علي محمد علي يعني يخرب بيت ام التعليق ويخرب بيت ام المعلومات. بصراحه انا زهقت منه وزهقت من الناس اللي هي تقول لك ايه، اصل ده هو راجل كبير وبيتحارب عشان هو زملكاوي. لا يا عم انا زملكاوي، بس بصراحه راجل ممل جدا. اول حاجه اسلوبه ممل جدا، تاني حاجه كتير قوي المعلومات اللي بتعملها ده يا كابتن يعني.
ايه اللي كل شويه جايب لي اساطير المصري واساطير الزمالك وناس بتلعب بقالها 8 7000 سنه، وكل شويه وتاريخ الفريقين وكل لعيب هو جاب كام هدف وسجلهم في مين وعامل ايه. بصراحة اوفر اوي المعلومات دي، والمعلومات دي لو كانت قيمة زمان دلوقتي خلاص ما عادش، لان مفيش اكتر من الابليكيشنز، وجمهور الكورة عامة بقى سهل ان هو يجيب الحاجات دي. انا دلوقتي مثلا لو عايز اجيب الهداف التاريخي وعايز اجيب اي معلومة هروح اخش على جوجل او اخش على اي تطبيق هجيبهم. ما عادش زي الاول. الاول كانت المعلومات دي سرية لان الناس ما كانتش عندها ادوات البحث دي، ما كانتش سهلة. حتى في معلومة اصلا قالها في الشوط الاول عن الحكم ان هو مش عارف شغال مهندس، وراح رايح جايب لك المصدر اللي هو صفحة الكابتن ناصر عباس الحكم السابق يا جدعان مش كده، مش كده. وبعدين في حتى كورة يعني شيكو بنزا مثلا حطها، كانت الكورة طويلة كده وراح حاططها نكشة من قدام الجون كده، الكورة طلعت بره وهو بيعلق، فافتكر اسم واحد من الاساطير بتوع مصر، راح قايله يعني في نص ما هو بيعلق على الهجمة، وبعد كده راح راجع مكمل تاني تعليق على الهجمة. ما خلاص يا كابتن، هو مش فرض علينا يعني ان انت تقول اساطير المصري واساطير الزمالك، مش لازم والله. وبجد رتمه واقع قوي، وانا مش عاجبني علي محمد علي. وبصراحه انا مليت يعني الراجل من يوم ما اتفرجت على كوره وهو اللي بيعلق علينا. يا جدعان حرام بصراحه يعني. تسيبه مع منتخب مصر تلاقيه مع الزمالك. اتمنى بصراحه من قناه بي ان ما يا جدعان ما تدلعونا شويه. هاتوا لنا حسن العيدروس، هاتوا لنا عصام الشوالي، هاتوا لنا حفيظ دراجي، هاتوا لنا اي حد تاني يعني، دلعونا حته كده بس يعني. في النهايه اتمنى الفيديو يعجبك، وما تنساش تدوس لايك، والسلام عليكم.